السلام عليكم. مرحبا بيكم يا شباب واهلا بيكم مره تانية وفيديو جديد في قناتكم فوت بعد الماتش. اول حاجه عايز اتكلم فيها ان احنا مع بعض بس ندعي لاخواننا في فلسطين ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم، وندعي للشهداء بالرحمه. ربنا يكون في عون الشعب الفلسطيني، وربنا يا رب يعني يقوي الامه العربيه انها تقوم تقف ويتكلموا وعلى الاقل يتدخلوا ان المشكله دي يعني يكون لها حل. كان الله في عون الاخوه الفلسطينيين. ربنا يرحم شهدائنا جميعا سواء في فلسطين او في مصر او في اي حته من الوطن العربي. ندخل بقى في موضوع حلقه النهارده في قناه فوت بعد الماتش. النهارده احنا مش جايين بعد الماتش، احنا جايين نفوت بس قبل الماتش. النهارده عندنا ماتش الاهلي وسيمبا في تنزانيا، سيمبا التنزاني في تنزانيا. ده ماتش في بطوله اسمها الدوري السوبر الافريقي، بطوله مستحدثه. الفكره جت 2021 وكانت المفروض انها تتكون من 24 فريق. بتطبق السنه دي لاول مره ومن 8 فرق. فالبطوله هتبدا من دور ربع النهائي على طول. تبدا البطوله من دور ربع النهائي بنظام ذهاب واياب، اللي هو الاهلي هيلعب مع سيمبا التنزاني في تنزانيا، وبعد 4 ايام يوم 24 الجاي هيلعب مع سيمبا تاني في القاهره. نتيجه الماتشين المغلوب يخرج، وهكذا. عندك الفرق اللي مشاركه في البطوله في دوري السوبر الافريقي البطوله الجديده 8 فرق. الثمان فرق هم الاهلي المصري وسيمبا التنزاني، وده ماتش الافتتاح. عندك الوداد المغربي، عندك الترجي التونسي، عندك مازيمبي الكونغولي، عندك انيمبا النيجيري، وعندك اتلتيكو بتروليوس لواندا، وصن داونز الجنوب افريقي. دول الثمان فرق اللي هيشاركوا، والبطوله تبدا من ربع النهائي مباشره. النهارده ان شاء الله بعد ماتش الاهلي وسيمبا وتوفيق النادي الاهلي في المباراه، هنطلع ان شاء الله نتكلم على اهم اللقطات، اهم النقط، بعض الملاحظات اللي احنا شفناها في المباراه. هنتكلم ونتناقش فيها مع بعض.